كما داروا في هذه الحالة انا قلت انا درت الكوميسيون ديالي عنده جبنات صغار وهو ومرته. ولا شيء تبانا وحنايا باللي ما تدخلنا وارثين فيها، حنا ساكنين فيها وارثين فيها. شحال من سنه هذه ساكنين نتوما؟ حنا مده من سنه هذه تاع تبانا اللي عايده حنايا تبانا. وحنا هذاك الراجل ما نعرفوه، ما يسالنا خويا والو، ما عندنا جوج ما يسالنا والو. هذا الشيء الظلم، هذا الشيء الظلم والقرون، ظلم. وحنا دار بانا الارض ديالنا وحنا ساكنين فيها وحنا وارثين فيها، حنا ثلاثه د الخوت، يانا وهذه ها هي. والله كلمي ما اسمها لا عيشه عيشه مش كتخدميها مش كتخدميها شحال هذه ساكنه؟ سلمنا الخدايد هنا تاع بانا وتاع سلمنا لنا سمحنا ليها ودروك بينا حقنا الحجاج. هذا السيد يجي ليها حنا حقنا بينا فيها دروك الحماتات حنا بين حقنا. حنا حقنا وارثين فيها. قولوا ملي كتوجهوا الرساله دابا؟ حنا ديك اسمها الاخت اللي ماتت عيدنا هاد الاربعه ماتت، لا حنا ثلاثه يانا وهذه. الله يدير البركه في سيدنا، الله يدير البركه في المالك وسيدنا. ربنا اللي عايده ما نخرج ويلحونا بالزلقه الى بو هذا الحق حنا ما نخرج. حنا عندنا نوم درت لها كرده ومشري دوقاران دار زمان وكاع ما عندها خبر ولا ما قال حنا اللي وحنا اللي نعتقوها انا بغيت بحال كيدور. حنا اللي دار البركه في سيدنا وهذا الشيء اللي دار البركه في سيدنا ويوقف معانا. وحنا ما نحقنا بيدو حنا الدار واردين فيها وساكنين فيها وخليتو فيها ربنا ودرجينا دار خويا ما خارجين حنا واردين فيها وساكنين فيها ولا خلف عليك يدير حساب. وها قعد ها هما خويا ها هما السلام عليكم ورحمة الله. فأناشد مولانا صاحب الجلالة والمهابة حفظه الله، وأناشد السيد وزير العدل والحريات، ونناشد السادة أعضاء الهيئة القضائية بإقليم أكادير وينزكان، نناشدكم بالتدخل العاجل لإيقاف هذا التنفيذ هذا الحكم اللي مؤسس على وثائق مزورة وتبوتات زوريتها قضائيا، وتبوتات أو على الأقل تأجيل هذا التنفيذ حتى تحققوا من هذه القضية تحقيق دقيق. قضية مؤسسة على وثائق مزورة وتبوتات زورية هذه الوثائق قضائيا، وأمر القضاء بمصادرتها وأعاد أصحاب هذا الاسم أعيد استعمالها، والآن كنتفرغ أنا والأسرة ديالي ومعرضين للتشريد ولا ملجأ ولا مأوى لنا. ونناشد مرة أخرى صاحب الجلالة حفظه الله بالتدخل، والسيد وزير العدل والحريات وكافة المسؤولين ومن سوف يصله صوتنا، وجزاكم الله خيرا. وبالنسبة لبقية الورثة، راه كاين بقية ورثة المرحومة يمنى اللي باعت لنا الدار، كاينين هنا واحد العدد ديال السنين وبانينها حنا و50 سنة وحنا ساكنين في هذه الدار، ونحن من قام ببنائها واشتريناها عن أسلافنا، ولنا جميع الوثائق التي تؤكد ذلك، ولنا ما يؤكد زورية وثائق الخصم. ونكرر مناشدتنا لكافة المسؤولين بالتدخل من أجل إيقاف أو تأجيل هذه القضية إلى حين التحقيق في هذه القضية بتحقيق نزيه ومدقق، وجزاكم الله خيرا. ونؤكد مرة أخرى على أننا لا بغيش نديو الحق ديال شي واحد، الحق لنا، ونقسم على ذلك أمام الله أن هذه القضية مبنية على زور وثائق مزورة، ونؤكدها كذلك مرة أخرى. السلام عليكم.